ان شاء الله. باش نكمل الموضوع. الطاقه والبترول في تونس من شنو؟ وشهد شاهد من اهلها وهو التقرير السنوي للشركه التونسيه للانشطه البتروليه اللي اخذتها سعيد اساسي عام 1972 لغايه في نفس يعقوب. معناتها راه الفساد في مجال الطاقه ممنهج منذ السبعينيات باراده سياسيه. احنا باش ننطلق سبب بسيط من التقرير المالي لإنتاج الشركه التونسيه للانشطه البتروليه اللي منشور على موقعها في الانترنت. الشيء اكد التقرير لا جدال ولا شك فانه اقتصاديا سنه 2011 كانت سنه شبه كارثيه على الاقتصاد. تم تراجع الانتاج في حقل صدر بعض في خليج جابس، تم اعتصامات، تم ايقاف الانتاج. رغم ذلك التقرير المالي شنو يقول؟ الارباح اللي دخلت للدوله التونسيه من الشركه التونسيه للانشطه البتروليه سنه 2010 تم ثوره والامور هاديه 146 مليار. 146 مليار. سنه 2011 نقص في الانتاج، اعتصامات، مشاكل اجتماعيه، ومع ذلك دخلت الشركه التونسيه للانشطه البتروليه 378 مليار نات للدوله التونسيه. معناتها فارق 231 مليار ما نجموش يصرفوهم بفعل الرشوه تاع الثوره فقط. فتصوروا اذا كان هناك تفعيل للمراقبه رغم انه مراقبه سطحيه في مجال المحروقات، قداش هالشعب هذا قاعد يتنهب. هذا التقرير شهد شاهد من اهلها غير ما نقولوه لكم يا توانسه. تصوروا انتم انه عندنا حقول نفط على ملك خواص، حقول نفط على ملك خواص توانسه، وعندنا حقول نفط على ملك خواص اجانب بريتش غاز. يجي بريتش غاز يدخل لنا هنا اسلوبات 50% تونس و50% بريتش غاز، يجي لنا على بعد 36 كيلومتر. اذا كان هنا ثم شكون مختص في الجيولوجيا يعرف اللي 36 كيلومتر جيولوجيا لا تساوي شيء. مسكار ملك 100% لبريتش غاز، بريتش غاز 100% للاجانب، وتبيع لنا الغاز اللي خرجوه بالعمله وبسعر السوق العالمي لتونس. كيفاش مسكار ينتج اكثر من الربع رغم ان الشركه التونسيه للانشطه البتروليه ما جابش حاجه من عندي من التقرير المالي تاع الدار. الشركه التونسيه للانشطه البتروليه تصرف 9 مليارات على الربع تثبت من المكتوب التونسي لاستثمار الربع باعتبار باش تقوي الانتاج. يجي انتاج 7 مليارات فقط في شركه في الربع التونسيه، وصدر بعد يرتفع ومسكار يرتفع الانتاج. علاش؟ لان هناك تكنيك او التقنيه نتاع الابار الهوريزونتال الافقيه، بمعنى انه من هنا نجبد النفط نتاع الشعب التونسي. هذا ملف اذا كان فتح في وزاره السياده اللي هي وزاره الاقتصاد. وزاره السياده هي وزاره الاقتصاد، لا هي الداخليه لا هي الخارجيه. عقد ما نشكروا فكرتنا احنا توانسه من الاقتصاد نتاعنا ثوره اقتصاديه، نحل المشاكل الاجتماعيه ونحل المشاكل الاقتصاديه. هذاك علاش اكبر ملف يلزم يتحل. نحل الجمعه هذه في قناه حنا بعد، وتم تهديد الموظف الذي حضر في قناه حنا بعد، واعلمكم انه تعرض الى استجواب وخذ كيستيونير مع المؤسسه. وفي نقطه التي الثانيه لعلمكم ان وزاره الصناعه من هرمها الى اساسها باستثناء بعض الموظفين الشرفاء لم يمسسها اي تغيير. صار تغيير، خبطوهم، والعقود اللي كان مدير الطاقه اليوم هو البي دي جي نتاع الاطار. معناتها اللي كان